نحمل ونمارس طقوس الحب الذي تعلمناه من خلال أفلام هؤلاء النجوم. إنها النجمة العربية السينمائية ليلى طاهر. مرحبا بك ست ليلى. أهلا بك، أهلا وسهلا. ست ليلى، وجودك بحقيقة يعني هنا هو ذو قيمة ويضفي للمكان نكهة خاصة. ففي مهرجان الشارقة المسرحية كنت موجودة، ما نوع مساهمتك في المهرجان؟ هو الحقيقة أنا يعني مدعوة كضيفة من ضيوف المهرجان. نعم. للتكريم على مجمل الأعمال، ما هوش محدد بعمل معين. أكيد. وأنا أول مرة بحضر هذا المهرجان الحقيقة، بس كنت سعيدة بحضوري. من خلال تجربتك الطويلة هذه والمثمرة بأشياء الجميلة على مدى سنوات طويلة، كيف تنظرين إلى مثل هذه المهرجانات؟ المهرجان هنا له طابع خاص، يعني حتى يمكن بيختلف عن بعض المهرجانات الأخرى، لأنه فعلا بيجمع كل المسؤولين عن المسرح. نعم. وكل المهتمين بالفن في جميع البلاد العربية بكثافة. أكيد. يعني ما هوش مثلا عضو من كل بلد كده ويومين تكريم وباي باي ومع السلامة. نعم. نعم. وإنما لا، في عدد كبير، أنا شايف عدد كبير من المسؤولين والمهتمين بالفن موجودين من كل بلد، مجموعة. نعم. مجموعة. نعم. وبعدين الاهتمام بقى بالمسابقات في الأعمال المسرحية اللي أكيد. موجودة، ودعم هذه الأعمال حتى تستمر أكتر وتقدم ما هو أجود. المعنى الحلو في هذا المهرجان هو نشر الثقافة في الشرق. بالتأكيد. بالتأكيد. يعني نعم. هو مهرجان ثقافي، والثقافة من خلال العمل الفني أو من خلال المسرح كنوع من أدوات الثقافة في أي بلد. فأنا سعيدة جدا بهذا المعنى، إن إحنا بننشر الثقافة بين الناس. وبعدين ده المهرجان مفتوح لكل الناس، يعني حتى ملهوش مدعوين لحضور المسرحيات. نعم. أو حضور اللقاءات، وإنما هو مفتوح، دعوة عامة. دعوة عامة. نعم. فشيء جميل. يعني أمام المسرح الآن، أمام التلفزيون وأمام السينما، يعني كيف تنظرين له؟ يعني هل أنه تأثيره على المتلقي أو على المشاهد مثل ما كان سابقا، أو أنه تشوفيه أنت بنظرة أخرى؟ هو محتاج دعم ومحتاج تشجيع أكتر. نعم. لأنه فعلا نواحي الإعلام الأخرى من التلفزيون بالذات والقنوات الفضائية الكثيرة اللي بقت بتعرض حتى كل المسرحيات اللي نعملها بتتصور وتتعرض في التلفزيون. نعم. فكثير من الناس بتكتفي بمشاهدتها من خلال التلفزيون. أكيد. أكيد. وما ينزلوش يروحوا المسرح. سهلت عليهم المهمة يعني. بالضبط. وتكلفة المسرح بتبقى كبيرة، والزائر للمسرحية ما بيروحش لوحده. صح. بيروح مع عائلته، فعشان يقطع تذكر لكل هذه العائلة مكلف الموضوع. مكلف. نعم. مكلف، وخاصة من الأعمال المسرحية الخاصة. أكيد. غير الدولية، يعني غير الخاصة بالدولة نفسها. نعم. نعم. فبيبقى عملية مكلفة. فإحنا لما بنشجع العمل المسرحي وخاصة بتاع الدولة، نعم، فبيبقى مش مكلف بالنسبة للمتلقي. أكيد. فيقدر يحضر ويشوف. وكمان بشجع المنتج للعمل المسرحي ان هو يقدر لما يبقى فيه دعم له من الدولة، يقدر يقدم عمل كويس، ونفضل نحتفظ بقيمة المسرح لأنه قيمة كبيرة. أكيد. أكيد. كلمة أخيرة تقوليها لمعجبيك ولجمهورك الكبير في العراق من خلال قناة السومرية. يعني بقول يا رب يا رب يجمعنا دايما احنا والعراق على خير. والعراق بدأت بالحرية والنضال، والآخرين على الطريق، وتبعتها كثير من البلاد العربية. نرجو أن يسود يا رب الاستقرار في جميع البلاد العربية، ونلتقي على فن وعلى خير وعلى ثقافة إن شاء الله. إن شاء الله. أنا سعيد بوجودك معنا.